في تهمة كده بتتقال على الناس اللي بتحب الراديو وتتقال على الراديو إنه الناس اللي بتحب الراديو ناس قديمة شوية، يمكن لإنه اللي بيتقدم دلوقتي في الراديو الإنتاج الإذاعي يعني مش بنفس الغنى بتاع زمان. ده حقيقي. وبالنسبة للراديو نفسه التهمة بقى اللي بتقوله إيه؟ إن هو ممل. الحقيقة صعب جدا إن أنت تقول على حاجة بشغل خيال إن هي مملة، سواء برامج إذاعية، مسلسلات إذاعية، تمثيليات، سهرة، مسرحيات، منهم مسرحيات العالمية. صعب جدا إن أنت تكون قاعد وبتتخيل كل شخصية حتى لو أنت عارف الممثل اللي بيقولها أو بيأديها يعني هو مين. أنت برضه هتفضل تتخيل تفاصيل الشخصية دي عاملة إزاي، لون البشرة، طول الشعر، شكله، شكل اللبس، الكرسي ده محطوط فين، لون الستارة دي عامل إزاي، شكل الستارة دي عاملة إزاي. فبتفضل طول الوقت عمال تتخيل. فمتهيألي إنه الاتهام بالراديو أو على الراديو إن هو ممل ده مش حقيقي. حاجة تانية خالص بقى اكتشفتها بعد موضوع الاتهام بالملل ده، إن الراديو بحور واسعة زي ما بيقولوا. من هنا أنا لقيت إن في 3 مقارنات، كل واحدة منهم هتقارن إنتاج إذاعي بحاجة مختلفة. أول واحدة منهم إيه بقى؟ تمثيلية إذاعية اسمها زفة عديلة. زفة عديلة هي من بطولة عبد المنعم مدبولي ومحمود رضا، وطبعا معاهم كذا حد يعني عبد السلام محمد على سبيل المثال، لكن هم أكتر 2 كانوا مسيطرين على الأحداث وعلى الكوميديا بشكل كبير، يعني طول التمثيلية هم اللي كانوا بشكل كبير موجودين فيها. هي التمثيلية متاخدة من مسرحية فرنسية من المسرح العالمي اسمها قبعة من القش الإيطالي. المقارنة ما بينهم بقى في الحتة دي، هي الفكرة كلها كمان إنه ما قالوش إنه هي مقتبسة أو إن هي متمصرة أو ما قالوش أي حاجة، هما بس قالوا في التمثيلية إنه المؤلف محمد دوارة. معرفش السبب، ولو إنه كان هيبقى أحسن كتير إن هما يقولوا إنه التمثيلية متاخدة من المسرحية، عشان هي الحقيقة معمولة أحلى. هي زيها زي أي حاجة تانية بتتمصر، يا إما بتتعمل أحلى وده ما فيهوش أي تحيز إطلاقا، أو حتى يعني إنه أنا شايفة إن الموضوع ده أحسن عشان ذوقي الشخصي، لا خالص. وهيبان السبب إيه، أو إن روحها بتبقى مختلفة. لو حاجة مثلا اتمصرت روح بتبقى مختلفة شوية. ده بيبان مثلا في مسرحية الشخص. مسرحية الشخص طبعا من بطولة فيروز وهي إنتاج رحابنا. آه لما اتمصرت بقت مكانها عفاف راضي، وطول المسرحية كل حاجة كانت بالملي، حتى الإفيهات كلها كانت واحدة، بس طبعا متقلب المصري بدل اللبناني، وما عدا أغنية واحدة بس كانت مكتوبة خصيصا لعفاف راضي في المسرحية، وبرضه رحابنا كتبوها. لكن التبديل مثلا كان برضه في الأبطال، يعني نصر شمس الدين أنا بالنسبة لي المعادل ليه شوية. عندنا مثلا في مصر هو محمد قنديل، بس برضه في حاجة مختلفة، يعني نصر شمس الدين بتحس طول الوقت إن هو وجوده مرح، صوته بيضحك، فحاولوا يجيبوا حد شبهه فجابوا مكانه سيد الملاح. فدي كانت روح مختلفة اتعملت طبعا للمسرحية. في حالة بقى زفة عديلة، هي ليه اتعملت أحلى؟ يعني أنا حاسة كده إنه المسرحية في الأساس كوميدية، يعني التمثيلية ما اختلفتش كتير عن إن هي بتقدم كوميديا، بس هي عملت الكوميديا أحسن. وحتى في المشاهد، يعني ترتيب المشاهد، في مشهد، يعني أنا شفت كذا كومنت مثلا كانوا بيركزوا على المشهد ده وإن هو كان مضحك لدرجة إن الممثلين ضحكوا. يعني عبد المنعم مدبولي فلتت منه ضحكة حقيقية لأنه فعلا المشهد كان يضحك جدا. المشهد كان يخص حد من المعازيم، مش هنقول كل الأحداث طبعا، بس هو ما بيسمعش كويس. فالحوار كان داير ما بين 3 أشخاص، هما بيقولوا حاجة أو هو الشخص ده بيقول حاجة واللي في النص مستمع، والشخص اللي سمعه تقيل بيسمع حاجة تانية خالص ويرد رد مختلف. فالمشهد ده كان قمة في الكوميديا. في حالة المسرحية هو بدأ الأول، لكن في حالة تمثيلية هما بدأوا بحاجة تانية خالص، كانت البطلة اللي كانت أساس لكل الحاجات اللي حصلت دي اللي هي الكاريتا والفرس اللي كانت بتجر الكاريتا دي واللي بدأت بسببها الأحداث كلها. فأنا حاسة إن ده ذكاء، إن هما بدأوا القصة بالتركيز على إنه ليه ده حصل، ليه الحصان مع الطاقية مع كل الحاجات دي هما اللي خلقوا الحدث اللي هيمشي التمثيلية كلها وراه. في حالات المسرحية ده ما حصلش، فأنا حسيت إنه البداية
في التمثيلية الإذاعية كانت موفقة، فلو حد حابب يسمعها أنا كان الترتيب كالآتي، لأن أنا لقيت التمثيلية الأول وبعد كده دورت وراها فعرفت المسرحية، بس أنا استمتعت فعلا بالتمثيلية الأول. فلو حد حابب يسمع ويقارن ياريت يقولي رأيه، هل هو متفق معايا في إنه التمثيلية كانت أحلى ولا المسرحية كانت موفقة أكتر حتى كمان في التقديمة والتفاصيل وكل الحاجات دي. تاني حاجة بقى هي تمثيلية إذاعية اسمها شاهد زور. هو أنا الحقيقة كنت سمعت التمثيلية بعد ما شفت العمل اللي كان عن نفس الموضوع الأول، يعني اللي اتعمل بقى بعديها بسنين، هو الفيلم بتاع أحمد الفيشاوي، عادل مش عادل. عادل مش عادل بيتكلم عن شاهد زور اتورط في نتائج أفعاله دي وتعاقب بسببها وحصل له مشاكل كتير. أنا كان عاجبني الموضوع نفسه إن هما خلوا البطل آه، الحاجة نفسها دي إن هو شهادة الزور، وصاحبها بدأ بقى إيه يتعاقب بسبب كل ده. بس الفيلم نفسه ما عجبنيش، يعني الموضوع كان حلو بس حسيته ما اتعملش حلو. على سبيل المثال يعني مثلا مسلسل الكبير أما كانوا بيشتغلوا عليه، حتى لو الشخصيات اللي هم شغالين عليها دي ما تذكرش مثلا تاريخها وتفاصيلها وطفولتها جوه الموسم ده او جوه الحلقة دي او ايا كان. كان احمد مكي وكل القائمين على المسلسل بيهتموا ان هم يعملوا لكل شخصية تاريخ من طفولتها بقى، عشان يبقى في خط درامي كده لكل شخصية لوحدها تخدمهم فيما بعد لو هم حبوا يعملوا حاجة، حبوا يخلوا المسلسل أتقل. وده باين مثلا بالذات في المواسم الأولانية، المسلسل كان عظيم وكان حلو حقيقي. ده ما حصلش بقى في الفيلم. الفيلم كنت حاسة ان هو مفكك، يعني دي الكلمة اللي تتقال كوصف لايق عليه. على عكس التمثيلية أنا كنت للأسف سمعتها بعد، يعني اكتشفت إنه في موضوع زمان يعني معمول عن نفس الموضوع ده، بس كان في صورة إذاعية يعني. الحلو بقى في إيه؟ إن هم عملوا تقديمة حلوة أو خدموا الموضوع بتقديمة حلوة كده منفصلة تماما عن شاهد الزور. يعني جايبين قضية معينة اتخلقت ازاي، اتعملت ازاي، وانه في كذا حد متورط فيها، وانه بقى في كذا حاجة كده معمولة قبل ما يجي شاهد الزور اللي هو كان البطل فيها عبد المنعم ابراهيم ويتورط في كل ده. بس كان في حوالي مثلا نقدر نقول مثلا تلت التمثيلية كانوا بيتكلموا الأول عن القضايا اللي هيشهد فيها شاهد الزور دي، فكان الكتابة معمولة حلو. أنا كنت حاسة كده بشكل كبير، الموضوع ما كانش مفكك. فمقارنة مثلا قول مثلا التمثيلية ما خدتش ربع الوقت بتاع الفيلم، بس كانت معمولة صح. المتشابه بقى فيهم ايه هما الاتنين؟ انه هنا الاسم كان عادل الامين، هو كان بيشتغل محامي وبعد كده اتورط بقى في شهادات الزور وبقى بيسترزق منها فيما بعد. وبرضه وجه التشابه هناك انه هو آه كانوا مركزين على حتة الاسم، انه عبد المنعم ابراهيم كان اسمه صادق عبد الصادق، وان هو برضه بدأ بشكل ما يسترزق من شهادة الزور. ف ده برضه حاجة تانية، معرفش لو في حد شاف الفيلم قبل كده ولا لأ، بس لو حد شاف الفيلم يروح على طول يتفرج على أو يسمع التمثيلية الإذاعية، هيلاقي إن في فرق كبير جدا حتى لو الموضوع متشابه، وحتى لو نفس اللعب في حتة الاسم وإنه الشخص ده بيسترزق من شهادة الزور بس معمول أحلى. يعني طول ما أنا كنت عمالة أسمع المسلسل كنت بفتكر التراك بتاع شاهين، أنا عملتها قبلك، فكنت حاسة إن هو لايق تماما تماما على التمثيلية وعلى الفيلم. تالت حاجة بقى والأخيرة هي حاجة ملهاش علاقة بعمل فني قوي، هي حاجة ليها علاقة بشخص، ليلى جمال الله يرحمها وياسمين صبري. ايه العلاقة ما بينهم بقى؟ العلاقة ما بينهم انه ياسمين صبري في كذا لقاء كانت دايما بتأكد على موضوع الطاقة، وان هي ما بتقبلش ان هي تمثل مثلا دور بنت اتأخرت في الجواز او دور بنت اتظلمت بشكل ما وما اتنصفتش، يعني لان هو ده حصل مثلا في مسلسل حكايتي، لكن هي في الاخر خدت حقها وبقت اقوى وبقت اشجع. حصل في مسلسلات تانية ان هي كانت تحت ضحية كضحية زوج نرجسي وبعد كده في الاخر خالص خدت حقها. فهي مش حابة ان هي تمثل حاجة زي ما بتقول طاقيا تنطبق عليها. في بقى تمثيلية اسمها البحث عن فرصة، بطولتها مين؟ بطولتها ليلى جمال.
ليلى جمال اللي ما يعرفهاش هي اللي غنت الأغنية بتاعة فيلم النداهة، اللي بعد كده منير غناها، وأنا عرفتها الأول من خلال منير، اللي هي شيء من بعيد. أنا ما كنتش عارفة إن الأغنية دي قديمة، يعني أنا الأول سمعتها قُلت لها وكنت باكلم ماما وقُلت لماما الأغنية دي حلوة أوي، وأول مرة أسمعها، ومنير عمل حاجة حلوة المرة دي السنة دي أو في الألبوم مثلًا لمّا كان نازل، دي كانت زمان أغنية قديمة يعني في ألبوم قديم ليه. ماما قالت لي: "بس الأغنية دي مش بتاعته، هو زيها زي أغاني تانية، زي ما أنا باعشق البحر هو خدها من نجاة وكذا أغنية، فهو غناها بعد ما ليلى جمال غنتها." وبعد كده سمعت الأغنية والأغنية كانت عظيمة، واتخضيت أصلًا إنه ليه الست دي ما كمّلتش في الغُنى. التمثيلية بقى بتاعة البحث عن فرصة، ليلى جمال كانت بتمثل فيها دور مطربة بتحاول تلاقي فرصة، بتحاول جاهدة تلاقي فرصة، وكل الأبواب بتتقفل في وشها لحد ما التمثيلية في الآخر قفلت على إن هي ما لقتش الفرصة اللي هي عايزاها. ده بينقلني لحاجة، هل بجد كلام ياسمين صبري حقيقي؟ لأنه إحنا فاهمين إنه مثلًا ناس كتير زي هيث ليدجر وناس كتير الأدوار اللي هُم بيمثلوها بتأثّر عليهم، يعني لمّا هو كان مثل الجوكر الدور ده أو العمل ده أثّر عليه فعلًا، فهو بشكلٍ ما يعني فارقنا بدري عشان هو اتأثّر نفسيًا بسبب الموضوع ده، وفي تكهُّنات كتير بتتقال بس هو فعلًا، فعلًا اتأثّر نفسيًا بسبب الموضوع ده. فبعيدًا عن الطاقة، هل فعلًا أي عمل الواحد بيقوم بيه، عمل فني مثلًا أو إن هو مثلًا بيأدّي شخصية، هل الموضوع ده بيأثّر عليه بشكلٍ ما؟ يعني هي حاجة لافتة للنظر كده، مش هنتكلّم عن فكرة إنه أنا ده هيأثّر على طاقتي والكون هيسمعني وكل التردُّدات دي، مع إنه ده بشكلٍ ما في ناس مؤمنين وبشكلٍ ما بيكون حقيقي يعني، بس باتكلّم على فكرة إنه الواحد يصدّق الشخصية اللي هو بيعملها ويتورّط فيها من غير ما يحس. هل ليلى جمال كان من نصيبها فعلًا إن هي تمارس حياتها بنفس الطريقة اللي قامت بيها في التمثيلية دي؟ يعني هي كانت شخص يستاهل فرصة أحسن، هي كان صوتها جميل جدًا، واستغربت فعلًا إن هي ما بقِتش مطربة فيما بعد. فهل هي لمّا عملت التمثيلية دي ده أثّر عليها؟ ده بقى ينقلنا لحاجة تانية، هل أنت لمّا تعمل أي حاجة، بتقول أي حاجة، بتطلق على نفسك أي صفة، هل فعلًا طول الوقت أنت بتقعد تصدّقها والصفة دي تترسّخ جواك، فتحس إنه تمام أنا كده؟ دي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة، لإنه أنا لمّا سمعت التمثيلية حسيت إنه يا ريت إن هي كانت تبقى مختلفة عن كده، يمكن كانت ليلى جمال في الحياة الحقيقية تلاقي الفرصة اللي هي تستاهلها.